إخوان السلام عليكم. كاين واحد المجموعة من الأغلاط غادي تخليك أنك ما تستمرش في المشروع الفلاحي ديالك. يعني في الأول كتفكر أنك تبدا في واحد المشروع فلاحي ملي كتشري الأرض فلاحية، ولكن في الآخر ما كتستمرش ولا كتفشل. كاين اللي كيولي يفكر في الآخر أنه يبيع هذيك الفيرما كاع ويتخلص من كلشي، كيولي يقلب غير يتفك. هاد الأسباب اللي غادي نهضروا عليها في هذا الفيديو هذا أسباب مهمة، إلا رديتي معها البال وخديتيها بعين الاعتبار راه غادي تمشي بعيد في المشروع ديالك وغادي تنجح، ولكن غادي تنجح بالتدريج كما كنقولوا، غادي تمشي دقه دقه. فاول سبب واول خطا كيرتكبوه بزاف ديال الناس هو انهم كيدخلوا صحاح، يعني كيبدا صحيح، كيبدا بواحد راس مال اللي هو كبير، من بعد ما كياخذ فكره على المشروع بطبيعه الحال كيكون ماشي الدومين ديالو ماشي المجال ديالو، كيجمع عليه فقط المعلومات وكيسول وكيشوف الناس اللي دايرين بحال هذاك المشروع اللي بغا يدير، وكيبدا صحيح، يعني كيبدا بواحد راس مال اللي هو كبير، كيبدا في التجهيزات، كيبدا مثلا يجيب الماتيريال اللي خاصه لهذاك المشروع، كيدخل بواحد راس مال اللي هو كبير بزاف، يقدر كيدير كاع الكريديات باش كيبدا. هذا سبب من الاسباب اللي كتخليك تفشل. علاش؟ لانك خاصك تعرف بان هذاك الشيء اللي بادي فيه انت راه ماشي شي حاجه اللي ديالك، ماشي شي مجال اللي خدمتي فيه واحد السنوات اللي هي طويله. اذا يفضل انك تبدا بشويه عليك، ما تبداش بواحد راس مال اللي هو كبير، وتبدا بواحد الفكره وبواحد العقليه ديال انك كتجرب. يعني الا كنتي غادي تبدا بواحد 20 مليون ولا 40 مليون، في انك تجرب واحد الحاجه اللي هي صغيره، واحد 5 مليون ولا 4 ولا 6، شي حاجه اللي قليله باش تقدر انك تاخذ فكره على هذاك المشروع. يعني ما تبداش بهذاك الشيء كبير، تبدا به صغير، من بعد واحد المرحله تكون عندك بطبيعه الحال النيه انك غتطور المشروع ديالك، ولكن من بعد ما تكتسب الخبره اللازمه. هذا الخطا الاول. الخطا الثاني والسبب الثاني اللي كيخلي الناس ما يستمروش في المشاريع ديالهم هو انه من الديبار مجرد ما كياخذ الارض فلاحيه وكيجهزها، يدير فيها مثلا كوري ولا كيقاد فيها مثلا البلاصه ديال المشروع اللي بغا يدير، يدخل في شراكات مع الناس. كيجيو عنده الناس مثلا اللي عندهم خبره في هذاك المجال، بحال مثلا بغا يدير التربيه ديال الغنم ولا شي مشروع ديال تربيه العجول ولا البقر ديال الحليب. فمجرد ما كيبغي يبدا كيقول انا ما عارفش، غادي ندير شركه مع شي واحد اللي عنده خبره في هذا الشيء، كيدخل في شراكات مع شي ناس اللي هما سابقين في الحرفه وعارفين الاسرار ديال الدومين. بطبيعه الحال هاد الناس لانه ما كيخدم هاد السيد غادي دير معاه انت الشركه، غتدخل معاه كشريك، هو غادي يدخل بالخدمه ديالو وبالتجربه ديالو، وانت غادي تدخل براس المال ديالك وبالارض ديالك. فمن طبيعه الحال هو ما غاديش يبين لك، واخا يكون واحد الانسان اللي هو مزيان ما غاديش تقدر انك تشد معاه الخط كما كنقولوا، لانك انت ما فاهمش هذاك الشيء. فافضل طريقه هي انك تبدا كما قلنا صغير، تبدا على قدك، وتجيب شي واحد اللي غادي يخدم معاك، تكون عنده خبره في المجال، يعني ما تشركش معاه، ما يكونش شريك، وتكتسب الخبره من عنده. ماشي غادي تجيب شي واحد مثلا غادي دير التربيه ديال الغنم وغادي تجيب شي واحد اللي غادي يقابل لك هذاك الغنم وتبقى انت اللور. لا، كيخصك ضروري اي حاجه درتيها راه عندها علاقه بك، راه كيخصك تكون اولا كتبغيها، يعني عندك الحب ديال المجال، كيخصك تدخل معاه وتكرفص واحد شويه وتاخذ فكره وتاخذ خبره واحد المده، ضروري واحد المده ديال عام ولا اكثر تكتسب فيها الخبره وتعرف الاسرار ديال هذيك المهنه وديال هذاك المشروع اللي بغيتي تبدا فيه. من بعد عاد ممكن انك دير شركه مع شي واحد الا بغيتي ترتاح، ولا ممكن انك دير خدام وترجع للور. ولكن في الاول ضروري كيخصك تخدم بيديك باش تعرف الاسرار ديال المهنه. اذا هذا هو الخطا الثاني، هو ان الانسان كيدخل في واحد الشراكات من الديبار، من البدايه ديال المشروع. الخطا الثالث اللي كيرتكبوا كذلك بزاف ديال الناس هو انهم ما كيوازنوش ما بين العمل ديالهم، العمل اللي كيكونوا خدامين فيه، سواء كان وظيفه ولا كان تجاره ولا كان اي نوع ديال العمل. كيمشي الانسان كياخذ الارض فلاحيه وكيدير فيها شي مشروع، وكينسى بان هذاك المشروع راه خاصو الوقت ديالو، خاصو يعطيه الوقت ديالو ويعطيه الوقت ديالو الكافي، يعني خاصو يكون متفرغ لهذاك المشروع. الا ما عندكش الوقت الكافي فخاصك تاخذ هذه المساله بعين الاعتبار، وخاصك دير المشروع اللي غادي يناسبك. يعني شحال من واحد كيدير مثلا شي مشروع اللي كيستدعي انه خاصو يكون حاضر بواحد الشكل يومي، ولكن هو عنده واحد الخدمه اللي ما كتسمحش ليه انه يمشي لهذيك الفيرما من غير مثلا السبت الحد ولا العطل. اذا هنا طيح راسو في واحد الدوامه ودخل راسو في واحد المشكل اللي هو كبير. سبحان الله دابا الناس كيتسرعوا، كاين اللي حتى كيبدا يعني كيجهز الامور ديال المشروع ديالو، عاد كيكتشف بانه ما عندوش الوقت باش يقابل هذاك المشروع. اذا كان من الاول انك تشوف الوقت اللي مناسب، تشوف واش عندك اوقات الفراغ اللي مناسبه باش انك دير هذاك المشروع، ولا ما ديروش كاع تستغني عليه. يعني غادي دير هذيك الفيرما فقط للنزاهه، وغتبقى دير فيها الامور غير باش تلاها وباش تدوز الوقت فقط، لا اقل ولا اكثر، حتى يكون عندك الوقت الكافي. راه المشاريع ماشي كنجيو كندخلوا ليها بواحد الشكل اللي هو عشوائي، واخا يكون واحد المشروع اللي هو صغير وراس المال ديالو ما كبيرش، ولكن راه خصك ضروري تفرغ ليه
تعطيه الوقت الكافي ديالك. واخا دير غير التربيه ديال الدجاج البلدي وتبغي تبدا غير بواحد راس مال ديال 20,000 درهم ولا 30,000 درهم، هذا هو في الغالب راس المال اللي غيحتاج بحال هذا المشروع هذا، راه ضروري غادي خصك تقابل هذاك الدجاج واخا تكون ديال الخدام، غادي خصك تطلع عليه وغادي خصك تكتسب الخبره في هذاك المجال، لانه واحد المجال اللي هو كبير، واحد المجال اللي هو كبير وفيه ما يدار، مجال مربح، ولكن غادي خصك تفرغ ليه باش تاخذ عليه المعلومات الكافيه. والا ما تفرغتيش ليه راه غادي تبقى تجي غتبقى تلقى الدجاج مريض، تلقى الدجاج كيموت ليك، ما غاديش تعرف الاسباب ديال هذاك الشيء، تلقى الفلوس ديالك كيمشيو وما كتعرفهمش فين كيمشيو. كاين بزاف ديال الاشياء اللي كيخصك تعرفها من خلال انك تحتك بالمشروع ديالك اللي درتي الضيعه الفلاحيه ديالك. اذا هاد ثلاثه ديال الامور في الغالب هي اللي كتخلي ان الانسان في الاخر كيفشل، ما كيستمرش في المشروع الفلاحي ديالو. الانسان كيدخل بواحد الجهد، كيدخل بواحد راس مال اللي هو كبير اكثر من الطاقه ديالو، يدخل في شراكات مع الناس من البدايه، من الديبار كيقلب على شي واحد اللي غادي يشرك معاه باش بالفكره كتكون عنده النيه ديال انه غادي يهنيه وغادي يرتاح من المشاكل ومصداع الراس، يعني كيقول انا عندي الفلوس غادي نساهم براس مال والاخر اللي عنده الخبره غادي يهنيني. هذه فكره راه غالطه، راه حتى واحد ما غادي يهنيك، ما احك جيدك مثل ظفرك. ضروري غير خصك تكتسب الخبره، عاد تدخل شراكات مع الناس باش تعرف هذاك الشريك ديالك شنو كيدير، باش تكون عندك معلومات كافيه وتكون عارف شنو كيدير، ماشي غير غادي بحال غادي في الظلام ما عارفش شنو واقع. المساله الثالثه اللي تكلمنا عليها وهي انه خصك يكون عندك الوقت الكافي ويكون عندك وقت الفراغ باش غادي تقابل هذا المشروع هذا اللي درتي. الا درتي غير واحد الجرده بغيتي دير فيها الخضره بواحد الشكل اللي هو بيو ما فيها لا دواء لا والو، فهذيك الخضره حتى هي راه كيخصك تدخل ليها وكيخصك تسقيها وكيخصك دير ليها الغبار وكيخصك تراقب هذيك الخضار اللي فيها وتراقب بزاف ديال الامور. يعني كيخصك تكون حاضر في عين المكان، كيخصكش تكون بعيد وكتجي مره. الناس اللي كيوجدوا واحد الضيعه فلاحيه ولا واحد الفيرما وعندهم واحد الفكره ديال انهم غيجيو لها مره، من الافضل انهم ما يفكروش في المشاريع الفلاحيه الصغرى، يخليوها من بعد ويبداو في هذيك الفيرما يجهزوها ويوفروا فيها الظروف ديال الراحه، لان اصلا انت ملي خديتي هذه الضيعه الفلاحيه راه خديتيها بالهدف ديال انك ترتاح ولا تاخذ التقاعد ديالك. فلا يعقل انك من الديبار تبقى دير ثمن راسك وتبقى تدخل في واحد المشاريع اللي انت ما غاديش تقد عليها، يعني كدير راسك صداع الراس، انت كتقلب على الصداع. كنتي في الاول كتقلب على انك ترتاح، من بعد كتلقى راسك بانك دخلتي في واحد المعمعه ودخلتي في واحد الشغل اللي انت في غنى عليه، انت اصلا واخد هذيك الضيعه الفلاحيه باش ترتاح وباش تهرب من الصداع. اذا غادي تجهز هذيك الفيرما على اساس انك ترتاح فيها، غادي دير فيها واحد الدار اللي هي زوينه وغادي ديرها كمتنفس وغادي تجهزها بالكاميرات وغادي تاخذها في واحد الموقع اللي كتكلموا هادشي ديما عليه انها تكون وسط واحد الدوار وتكون مامنه باش يليق لك انك مثلا الا خليتي هذيك الدار مسدوده تكون الفيرما ديالك في الامان، ما تشريش على الطريق. بزاف ديال الناس كيقلبوا على الامان، كيكون داير في النيه ديالو انه ما غاديش يكون في الفيرما ديالو ديما، ومع ذلك كتلقاه كيشري على الطريق. الفيرما اللي كتكون على الطريق راه هي اللي كتكون معرضه للسرقه، بينما الفيرما اللي كتكون وسط الدوار وداير عليها الجيران هذيك راه كتكون مؤمنه، لان ملي كيدخل البراني مع داك البيس راه كلشي كيشوفو. اضافه كما قلنا خاصك تعرف فين غادي تشري، تسول فين تشري وتعرف المنطقه كيفاش دايره، يكونوا حداك الجيران، ومن الافضل يكونوا الجيران حداك شارين، يعني كاين البراني شاري تما، كاين الناس عندهم كاميرات وانت كذلك غادي دير الكاميرات ديالك وغادي دير التجهيزات ديالك اللازمه. هادشي اللي كاين، نتمنى ان يكون الفيديو واضح، ما تنساوش الاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.